السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة على حبايبنا رجالتنا الناس المحترمة، كل اللي بيشوفونا وكل مشتركين القناة. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. الحمام السالك او الحمام الدغري، الحمام اللهم بارك في عندك، بيبقى عندك حمام كده معين كده تلاقيه حمام مرزق. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الحمام السالك، هنتكلم عن الحمام المرزق، هنتكلم عن الحمامة اللي بتمنى ان هي تكون موجوده منها في سلكتي كلها. وهشوف عملي دلوقتي معاكم الجوز والجوزين اللي قصدي عليه. بس هستأذنك طبعا في البدايه، لو بتشوفني لاول مره ما تنسانيش تنزل دلوقتي حالا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنقدمها. لو بتشوفني على صفحه الفيسبوك ما تنسانيش طبعا تعمل متابعه على الصفحه، حاجه تشرفني طبعا. في نقطه بس يا رجاله صغيره، مش هاخد من وقتكم دقيقه وبعد كده هنخش في موضوع النهارده، وهو الشتيمة وطولة اللسان. يعني أنا من الناس اللي ما أحبش إن حد يغلط فيا، ولا حد يغلط مثلا في والدتي ولا والدي ولا حد من أهل بيتي ولا الكلام ده كله. يعني دي حاجة بتزعلني وبتضايقني، وبالأخص لما يبقى مثلا عيل صغير كده عنده 10 12 سنة وأنا سني مثلا داخل في ال 45 سنة. يعني شوف أنا قدك كام مرة؟ مثلا قدك 4 مرات. طيب هل مثلا ينفع ان انا اعمل عقلي بعقلك او ان انا اشتمك او الكلام ده كله؟ انت لا تعرفني ولا تعرف تربيتي ولا عمرك شفتني. يعني انت كل علاقتك بيا انت بتشوف لي فيديو من ورا الكاميرا او من في الموبايل، ولو مش عاجبك بترول كده وبتقلب عليا. مش عاجبك خالص تشوفني او متضايق مني ممكن تعمل لي حظر او بلوك بمنتهى السهوله. الله اكبر الله اكبر. اذان الظهر يا رجاله والسلاكه زي ما انتم شايفين كده اتقفلت. خلصنا اكل وشرب وتمسيق وترويقه على الزغاليل وخلصنا كل حاجتنا. شوف الظهر خلاص الحمام ده ما بنشوفناش تاني. بنطلع مره واحده ساعه اذان المغرب نطفي نور السلاكه بالكامل، خلاص الحمام بينام مع العصافير. يعني انا من الناس اللي بتعامل مع الحمام زي ما ربنا خلقه، ما بحبش اغير طبيعه الطير. عمرك مثلا ما هتجيلي في يوم وتلاقي الساعه 10 بالليل 11 بالليل وسلكت منوره، مفيش الكلام ده يا رجاله. الحمام بينام المغرب مع الطيور البري اللي ربنا خالقها زي ما طبيعه ربنا خالقها عليها. وعندنا الحمام بيصحى من الفجر. الشراعات عندنا اللي في السلاكه زي ما انتم شايفين كده بتنور الفجر، تلاقي السلاكه كلها زي الظهر ماشي. ده طبيعه الحمام يا رجاله. الموضوع بالنسبه لك يفرق جامد جدا لو انت عملت كده. نرجع لمرجوعنا. فبلاش يا رجاله طولة لسان، بلاش الناس تاخد فكره عن بتوع الحمام ان هم مثلا ده مش كويسين، ده قله ادب. ليه؟ انت بمنتهى البساطه مش عاجبك اللي انا بقوله يا عم قول عليا، ما تتفرجش عليا. صرمك بقى واكلك مني دي حاجه تانية برضو، وبرضو ما تشتمش في التعليقات. يعني بلاش يا جماعه نغلط في بعض، بلاش نشتم بعض، بلاش نسيء لبعض. انا ما خدتش حاجه منك، انا ما حطيتش ايدي في جيبك. يعني كان كلمتين كده حابب ان انا انوه عليهم، لان بصراحه يعني زي ما انت ما تحبش ان حد يشتمك او حد يغلط فيك، وخاصه لما تكون عيل صغير كده. يعني عمرك كله مثلا 10 12 15 20 سنه، اللهم لك الحمد. الواحد بيربى حمام من ايام انت كنت لسه ما قلعتش البامبرز او لسه انت ما اتولدتش. فانت حريف يا عم، انت بطل الابطال، بس ما يصحش ان انت لا تغلط فيا ولا تغلط في حد تاني، عشان ما تجيبش لاهلك ولابوك وامك اللعنه. حبايبي الرجاله صباح الفل. يعني ايه جوز حمام سالك او جوز حمام ماشي او شغال كويس؟ الكلام ده هنشوفه ان شاء الله عملي. ساعات كده مثلا اللهم بارك يبقى عندك جوز شقلباظات واخر الموسم الاقي عندك كتيبه شقلباظات. ايه يا عم ما شاء الله ايه ده يا عم؟ تقول لي والله من جوز واحد يا وليد. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ طب اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه. انا مره كان حد صاحبي حبيبي مديني قص، فاكرهم والله، يعني حد حبيبي جدا. كان القص دول بيض شقلباظات بيض ساكسون. القص دول كنت خدتهم منه هديه، قال لي خد دول يا وليد لمحمد وليد، لمحمد ابنك. المهم يا ابني قال لي لا والله دول انا هم هديه للولد. خدتهم اقسم بالله العظيم انا الجوز دول انا طلعت منهم اكتر من 30 40 جوز بجد والله بدون مبالغه. حمام زغلولين بزغلولين بزغلولين، مفيش مره يفوتوا ويطلعوا زغلول، مفيش مره يفوتوا ويطلعوا بيضه بايظه. ما شاء الله اللهم بارك. ده الحمام بقى السالك. تعالوا بقى نشوف الكلام ده كمان عملي مع بعض في ناس حمام دلوقتي مثلا ان انا هنتكلم عنهم دلوقتي. عندي انتايه ما شاء الله، وفي الغالب على فكره جوز الحمام السالك يا شباب تلاقي ابوه وامه كانوا سالكين زيه. يعني هي بنسبه كبيره
الصفه ديت بتورث. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا شباب، طبعا اللي بيتفرج عليا ومتابعني دول الجوز اللهم بارك اللاحم اللي اول مره يبيضهم. طبعا اول حصوايه طلعت اهيت ما شاء الله، طلع من البيضه هنوريه لكم دلوقتي. وتاني حصوايه الزغلول اتكتم منها، اتكتم جواها، وده عادي جدا. ده نتيجه مثلا قله خبره النتايه. النتايه ما قلبتش البيض كويس وهي نايمه عليه. ما النتايه كل يوم بتقلب البيض شمال ويمين، حاجه رباني هو ربنا خلقها عارفه هي بتعمل ايه. فالنتايه ده عشان خبرته قليله، عشان لسه اول مره تبيض، البيض ما تقلبش بشكل كويس. اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله النتايه طبعا من النايمه نتايه حنينه جدا. الزغلول طلع اهوت وكبر وبدا يتلبن، وبص ما شاء الله طلع حجمه عامل ازاي ما شاء الله. طيب يا وليد، هو انت زعلان او متضايق ان هو طلع زغلول واحد؟ لا طبعا. يعني انا لو عندي جوز تانيين اللهم بارك انا هنقله تحتهم، ما عنديش جوز في نفس الحجم ده بسيبهم. ويفضل مادام اول مره بسيبهم ان هم يزقوا ابنهم علشان يتعلموا فيه، يتدربوا فيه، يبقوا يعرفوا ازاي يلبنهم وياكلهم ويحافظوا عليه والكلام ده كله. فيفضل ان انت تسيبه اول مره. تعالى بقى للحمام السالك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. دول اصلا رجاله شخشنه. يعني انا والله مش عايز اتكلم كتير عن النتايه ديت علشان ما يحصلهاش حاجه، بس عادي مفيش مشكله. النتايه ديت يا رجاله ما شاء الله اللهم بارك بتبيض كل 10 ايام. تاني النتايه دي اللهم بارك بتبيض كل 10 ايام. خدت منها حصويتين ما شاء الله ربنا يبارك. اول حصويتين عمرانين 10 ايام، وباض التاني خدتهم منها البيضتين ما شاء الله عمرانين. ادا كده لو ربنا رزقنا الخير كده والاربع زغاليل دول طلعوا يبقى عندنا 4 زغاليل شخشل. ورجعت خدت منها 10 ايام تاني ورجعت باضت هي يا شباب. البيضه الاولانيه، البيضه الاولانيه ديت بكره ان شاء الله هتبيض البيضه الثانيه على الحصويه الثانيه. وعايز اتكلم معاك بقى في نقطه مهمه. وليد وانت كده بتحلبها حصل النتايه دي ما شاء الله شابه رجاله. النتايه دي مفيش مشكله خالص، خد منها وش واثنين وثلاثه، سيب لها الوش الرابع تنام عليه وتطلعه. عندك حمام في الحمام السالك حضن بقى تحته، بدل ما تفرغ لي مثلا جوز بلديات ولا جوز حلبيات ولا كده، لا لما مثلا جوز غاليين او سعرهم كويس، لا يا باشا انا استغلهم. بدل ما افرغ الزغلول ب 50 جنيه ولا 70 جنيه ولا 100 جنيه، عايز افرغ لي الزغلولين ب 400 جنيه ولا ب 500 جنيه. ده بالنسبه للحمام السالك. الحمام السالك بتبقى صفه من صفات الحمام، وفي جزء بيبقى عليك بيرجع بقى عليك اللي هو ايه؟ الاهتمام بالكلفه المظبوطه، بالفيتامينات المظبوطه، بالاملاح المعدنيه. شوف احنا دلوقتي يعني انا قدرا كده وبص كده، بص المسقه فاضيه ازاي على طول. انا من غير حتى ما اكمل الفيديو هخش على طول جري اجيب لهم ميه واسقيهم. ده بقى رجاله الاهتمام. يعني انت من الاخر عمرك مثلا ما هتلاقي جوز عندك سالكين السلكان اللي انت بتشوفه ده و10 ايام كل 10 ايام حصوايه وكده وانت مش بتهتم. صدقني والله ما هتلاقي الكلام ده ابدا عندك. شوف يعني انا بكلمك وهجيب لهم يشربوا ميه اهوت، ميه بجروفيت. طبعا انا الناس برضو اللي عايز تسال جروفيت ايه، انا بشرب حمامه رجاله او بجيب له جروفيت لاير. بجيبه انا وواحد صاحبي بسبب ارتفاع سعر العبوه. مش عارف العبوه باين ب 1200 ولا 1300 حاجه زي كده. بجيبها انا وواحد صاحبي تمام. خد يا باشا نصها وانت نصها، ده 600 جنيه و600 جنيه مش فلوس طول الموسم. بص يا باشا بقى يعني اللهم بارك، لحق انت بس الحمام بيض، يعني لحق انت الحمام بيض. دي كانت حلقه النهارده يا رجاله عن الحمام السالك وازاي بتستعمله وازاي بيبقى موجود عندك. طبعا يعني انا بتمنى ان الحمام كله اللي عندي في السلاكه يبقى كده. يعني عندي حمام بيأخر حصى، عندي حمام بيبيض بعد ما ياخد منه زغاليل ب 10 ايام، عندي حمام زي ما انت شايف بيبيض كل 10 ايام، مش مقياس طبعا. فانا جوز زي دول لما ولادها او الزغاليل اللي تطلع منها بنتها تطلع زيها، تطلع بتبيض كل 10 ايام كده، صفات بتورث. بركز بقى على الحاجات اللي زي دي. طلعت لي انتهى مرسومه، خدها مرسومين حلوين يا باشا، دي اركنها، دي تلزمني، دي مزاجي ما بخرجهاش. حبايبي الرجاله صباح الفل. دي كانت حلقه النهارده، رب الحلقه تكون عجبتكم. كان معكم يا شباب في الوليد عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.